لأول مرة في مصر هتقدر تستلم حوالة خارجية على محفظتك الأورنج كاش بدون ما يكون عندك حساب بنكي. طبعا ده هيسهل على ناس كتير جدا مش عايزة تفتح حسابات بنكية تقدر تستقبل حوالاتها، لكن أنا بقول لك استقبال مش إرسال. مش هينفع ترسل حوالة لكن هتستقبل بس في الوقت الحالي. يلا بينا نفهم الموضوع ده ماشي ازاي. طبعا اللي مش عارف، محفظة أورنج كاش دي زي حساب بنكي كده تقدر تخليه معاك على الموبايل. طبعا بيبقى حساب جاري بدون فوائد وتقدر تشترك فيه بدون أي رسوم. كل المطلوب منك ان انت يكون معاك خط اورنج اللي هو 012 ويكون عمرك اكبر من 16 سنه، وركز جدا في النقطه دي. ولازم ما يكونش معاك اي محفظه تانية مربوطه بالخط اللي انت عايز تحط عليه اورنج كاش، وما يكونش عندك اكتر من 3 محافظ على نفس الرقم القومي. يعني لو عندك 3 ارقام تانية وده الرقم الرابع مش هينفع تعمل المحفظه، لان القانون بيسمح لك ب3 محافظ بس. الحاجه الاخيره ان انت يكون الخط باسمك، ولو الخط مش باسمك لازم الشخص اللي الخط باسمه يجي بنفسه ويعمل لك تنازل عن خط عشان تقدر تعمل المحفظه، يا اما هو بقى يعملها بالطبع. طبعا عشان تشترك في محفظه اورنج كاش لازم تروح الفرع، بتمضي على كام ورقه كده، وبعد كده بتجيلك زي مكالمه على التليفون، بتحط الرقم السري مكون من 6 ارقام وبعد كده بتاكدهم، وبكده يكون معاك محفظه اورنج كاش. بتنزل لها التطبيق. كل ده انا هتكلم عنه في فيديو خاص بيه. لو عندك محفظه تانية على نفس الرقم ده وعايز تلغيها عشان تعمل اورنج كاش تقدر تشوف الفيديو اللي ظاهر قدامكم، هتلاقوه في الوصف. لكن بقى الجديد ايه؟ من كام يوم وصلت رساله لكل مستخدمين اورنج كاش زي ما انتم شايفين لاول مره في مصر ممكن تستقبل حواله من بره مصر على محفظتك وانت في مكانك. طبعا دخلت في اصل الخبر ده وجمعت كل البيانات ورحت فرع اورنج سالت خدمه العملاء ازاي بقى بتتم المعامله دي. دلوقتي الشخص اللي بره مصر ده بيبعت لك الفلوس على رقم موبايلك عن طريق ان هو بيبعت سواء بقى من البنك بتاعه او من محفظته الالكترونيه. خدمه استقبال الحوالات من بره مصر متاحه الان من خلال وكلاء البنك الاهلي المصري. طب ده معناه ان انا يكون عندي حساب في البنك الاهلي؟ لا، هو البنك الاهلي كده زي بنك وسيط. اي حد بيرسل حواله من اي بلد في العالم لازم يكون في بنك وسيط بين البلد بتاعته وبين البلد هنا. فالوسيط هنا هو البنك الاهلي المصري، هو الوسيط ما بين البنك اللي بيبعت منه وما بين محفظتك. وطبعا لو هو باعت لك الحواله باي عمله بتستقبلها بالجنيه المصري بسعر الصرف البنك، وكمان هتستقبل الحواله بدون اي رسوم. يكفي بس ان هو يبعت الحواله باي مبلغ هتتحول بالجنيه ومش هيتخصم منك ولا جنيه. وطبعا لازم تكون محفظه اورنج كاش بتاعتك شغاله عشان تقدر تستقبل الحواله. اقل قيمه للحواله هي ما يعادل 2 دولار واكبر قيمه ما يعادل 100,000 جنيه. وليه بقى 100,000 جنيه؟ لان اقصى رصيد للمحفظه هو 100,000 جنيه، وبالتالي مش هينفع ان يكون الحواله اكبر من كده. بس طبعا انت عارف كويس قوي ان انت وانت بتتعامل مع محفظه اورنج كاش اقصى حد ليك تقدر تخصم منه من المحفظه يوميا 30,000 جنيه، واقصى حد شهري 100,000 جنيه. عشان تكون عامل حسبتك لو هتجيلك حواله واحده وسحبتها مره واحده مش هتقدر تعمل اي معامله على محفظتك تاني. الحواله بتوصل لك في خلال يوم واحد لو انت محولها قبل الساعه 1:30 ظهرا بتوقيت في مصر من الحد للخميس. واحد هيقول لي طب ليه ايام العمل الرسميه انا بتعامل مع اورنج وهي فاتحه كل يوم؟ ما هو الوكيل بتاعك هو البنك الاهلي المصري ومش هيكون شغال في اي يوم زي الجمعه والسبت او ايام الاجازات بتاعه الاعياد. وفي حاله ارسال الحواله بعد الساعه 1:30 او في ايام العطلات بتوصل بقى الحواله في يوم العمل التاني. لو بعتت الخميس توصل لك يا الحد يا الاثنين. طيب هل اي بنك في اي دوله في العالم يقدر يبعت لك؟ الخبر الرئيسي وهتلاقوني سايب لكم كل شيء في مقاله في وصف الفيديو محدد لك دول معينه ممكن تستقبل منها حوالات على البنك الاهلي المصري. ان البنك الاهلي المصري اللي هو الوكيل بيتعامل مع البنوك دي: السعوديه والكويت والامارات وقطر والاردن وعمان والبحرين والسودان. اللي عايزك تفهمه ان دلوقتي تقدر بقى لو حد ليك في السعوديه في الكويت في الامارات معكش حساب بنكي هتقدر تستقبل على رقم موبايلك، تقول له يحول من البنك بتاعه لو هو تابع للبنوك اللي قدامكم في المقاله دي، يحول لك على رقم موبايلك. هتروح فرعك عادي اورنج كاش، هتلاقوني سايب لكم فيديو في الوصف يشرح لك ازاي تسحب فلوسك من محفظتك عن طريق الاي تي ام، يا اما تسحبهم من الفرع نفسه. وفي الحالتين هتبقى العموله 1% بحد ادنى 2 جنيه للمعامله الواحده. يا ريت تسيب لنا رايك على الفيديو ده في كومنت، تقول لنا هل انت شايف ان الخدمه دي هتفيدك فعلا. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.